صبح صبح يا عم الحاج ومسا مسا على كل الناس الكويسة. النهاردة هنتكلم عن المشكلة في المجتمع المصري وزادت جدا في الفترة الأخيرة، وهي مشكلة التحرش. مشكلة التحرش يا جماعة، التحرش يا جماعة ملوش علاقة إن الشخص المتحرش ده إن هو مش متجوز أو إن هو عطشان جنسيا أو إن هو شهواني بزيادة. التحرش يا جماعة في كل المستويات. عايز أقول لكم يا جماعة إن في أطفال وعيال وولاد، وعايز اقول لك ان في رجاله متجوزين اتنين وتلاته واربعه وبيتحرشوا عادي جدا. عايز اقول لك بيتم التحرش بالمنقبه، بالمحجبه، بالعريانه، باللي لابسه ضيق، باللي لابسه محزق، باللي لابسه ملزق، باللي لابسه نص عريان، باللي لابسه عريانه. بيتم التحرش بكله. عايز اقول لك بيتم التحرش بالاطفال الصغيره، البنات الصغيره، والستات الكبيره العواجيز فوق ال90 سنه عادي جدا. عايز اقول لك ان الموضوع بقى غريب مريب عجيب. في ناس بتقول ان الموضوع ده عشان انتشار ادمان الافلام الاباحيه او ادمان السيكو سيكو. مصر من اكتر الدول اللي في العالم ادمانا على المواقع الاباحيه، وده مش كلامي، ده كلام المواقع الاباحيه ذات نفسها وكلام مراكز الاحصاء في العالم كله، المراكز اللي عامله دراسات واحصائيات واثبتت ان مصر من اكبر 5 دول في زيارة المواقع الاباحية. الموضوع غريب، الموضوع مريب، الموضوع عجيب، الموضوع لازم له وقف. للأسف الشديد ان الشيوخ بيفكروا في حتت تانية خالص. الشيوخ بتفكر ان لبس الستات او لبس البنات او لبس النسوان او لبس الحريم هو السبب الاساسي والوحيد والصريح لمشكلة التحرش. وفي ناس تانية بتقول إن التحرش بسبب إدمان العادة السرية وإدمان الأفلام الإباحية، وفي ناس تانية بتقول بسبب المسلسلات والأفلام والأغاني والبرامج والإعلانات والروايات والقصص. لكن هل دي كلها أسباب علمية؟ هل في حلول عملية؟ للأسف الشديد إن كله مجرد كلام. واللي بيحصل إن الوضع بيزيد يا جماعة، ان الوضع بيزيد والدنيا بتتحول الى كارثة. تخيل ان عيال صغيرة بيتحرشوا بالمدرسة بتاعتهم في المدرسة وهم لسه اصلا من اساسه ما بلغوش. العيال جالهم بلوغ مبكر. تخيل تبقى ماشي في الشارع تلاقي عيال صغيرة بيتحرشوا بست كبيرة عندها 70 سنة. تركب المترو الناس بتتحرش بستات كبيرة، بالمنقبات، بالمحجبات، ملهمش اي علاقة باي شيء. فالمتحرش ده مريض، المتحرش ده مريض، وده مش كلامي، ده كلام علم النفس، ده كلام الطب النفسي ان المتحرش ده مريض. فهل الشعب المصري اصبح كله مدمنين ومرضى؟ وبمناسبة الادمان هنتكلم بعدين عن الادمان اللي انتشر في مصر بطريقة غبية جدا 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 جدا. والناس دلوقتي اغلبيتهم ان ما كانش كلهم يعني الا من رحم ربي مدمنين. اللي مدمن على الافلام الاباحية والعادة السرية، اللي مدمن على الخمور والبيرة والشعير، اللي مدمن على الحشيش والبانجو، اللي مدمن على الكيتامين والترمادول، اللي مدمن على الكيتامين والترمادول والابيتريل والسومدريل، اللي مدمن على الشابو والشدو واللي مش عارف ايه والايس والبودرة. فكل واحد عنده ادمان معين. للاسف الشديد في حاجة غلط بتحصل. فهل المشكلة فين بقى؟ المشكلة فين عشان نحاول نحلها؟ وبمناسبة الإدمان هنتكلم بعدين عن الإدمان اللي انتشر في مصر بطريقة غبية جدا 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 جدا. والناس دلوقتي أغلبيتهم إن ما كانش كلهم يعني إلا من رحم ربي مدمنين. اللي مدمن على الأفلام الإباحية والعادة السرية، اللي مدمن على الخمور والبيرة والشعير، اللي مدمن على الحشيش والبانجو، اللي مدمن على الكيتامين والترمادول، اللي مدمن على الكيتامين والترمادول والابيتريل والسومدريل، اللي مدمن على الشابو والشدو واللي مش عارف ايه والايس والبودرة. فكل واحد عنده ادمان معين. للاسف الشديد في حاجة غلط بتحصل. فهل المشكلة فين بقى؟ المشكلة فين عشان نحاول نحلها؟ وعايز اقول حاجة كمان يا جماعة، ان الموضوع بقى صعب جدا للستات والحريم والنسوان والبنات، لكل الاصناف. الستات اللي هم كبار في السن والمتوسطين في السن والصغار في السن والأطفال والبنات، حتى العيال الصغيرة بيتم التحرش بيهم في المواصلات وفي الشوارع وفي الحارات وفي سناتر الدروس. فالموضوع بقى غريب مريب عجيب. في مصيبة يا جماعة، في مصيبة بتحصل يا جماعة. وللأسف الشديد إن مفيش أي حلول سواء من الحكومة أو من الشيوخ في المساجد والجوامع. في حاجة غلط بتحصل يا جماعة،
وللأسف الشديد مفيش أي حل والوضع بيزداد، في حاجة غلط بتحصل. بالنسبة للإدمان يا جماعة، فلو اتكلمنا عن الإدمان، إدمان المخدرات، إدمان القمار، إدمان الرهان، إدمان الأفلام الإباحية، إدمان العادة السرية، إدمان الخسارة، إدمان المحرمات، إدمان المشاكل، إدمان الحوارات، إدمان الخناقات، إدمان المعارك. إيه اللي بيحصل يا جماعة؟ هل أصبحنا شعب مدمن؟ هل كلنا محتاجين نروح مصحة؟ وبمناسبة المصحات يا جماعة، في مصحات كتير جدا غير رسمية، غير قانونية، غير طبية، غير صحية، غير عادية، كلها نصب في نصب. وأي عيل صغير كان مدمن قبل كده ودخل مصحة ممكن يروح يفتح مصحة خاصة بيه، تبقى مصحة خاصة ويبدأ يشتغل بيها ويبدأ يشتغل فيها وينصب على الناس، وهو أصلا مش مؤهل علميا ولا طبيا ولا نفسيا ولا أي شيء إن هو يعالج الناس. هو أصلا من أساسه لسه مدمن ومحتاج للعلاج. لكنها سبوبة حلوة طالما هو عامل سعر كويس، وطالما هو جايب مكان مأجر مثلا عمارة 5 6 7 8 9 10 شقق، وجايب شوية ناس زيه اللي هم مدمنين متعافين أو لسه مدمنين عادي، وبيعالج الناس وبياخد على الراس في الشهر، لأن هو طبعا بيتعامل مع الناس إن هم خرفان، إن هم ماشية، إن هم معيز، فبياخد على الراس في الشهر 8000 10000 جنيه واشحن وعبي. وأيوة يا جماعة للأسف الشديد انت ممكن تشحن اي حد لاي مصحة وهو اصلا من اساسه مش مدمن، ولا عمره ما شرب سيجارة، ولا يعرف اي حاجة عن المخدرات ولا البانجو ولا الحشيش ولا اي شيء خالص، ولا عمره ما شرب مية ولا خمرة. ممكن تشحنه ب 500 600 جنيه وتدفع له 9000 جنيه في الشهر وتدمر له مستقبله. وطبعا الناس بتخرج من المصحات دي مدمنين وتعبانين ومرضى اكتر مليون مرة من ما هم دخلوا. فالموضوع بقى سيء جدا ومن سيء لأسوأ. فهل في حل لمشكلة الإدمان؟ للأسف الشديد يا جماعة يعني الإدمان صعب يا جماعة. بالنسبة للإدمان يا جماعة، فلو اتكلمنا عن الإدمان، إدمان المخدرات، إدمان القمار، إدمان الرهان، إدمان الأفلام الإباحية، إدمان العادة السرية، إدمان الخسارة، إدمان المحرمات، إدمان المشاكل، إدمان الحوارات، إدمان الخناقات، إدمان المعارك. إيه اللي بيحصل يا جماعة؟ هل أصبحنا شعب مدمن؟ هل كلنا محتاجين نروح مصحة؟ وبمناسبة المصحات يا جماعة، في مصحات كتير جدا غير رسمية، غير قانونية، غير طبية، غير صحية، غير عادية، كلها نصب في نصب. وأي عيل صغير كان مدمن قبل كده ودخل مصحة ممكن يروح يفتح مصحة خاصة بيه، تبقى مصحة خاصة ويبدأ يشتغل بيها ويبدأ يشتغل فيها وينصب على الناس، وهو أصلا مش مؤهل علميا ولا طبيا ولا نفسيا ولا أي شيء إن هو يعالج الناس. هو أصلا من أساسه لسه مدمن ومحتاج للعلاج. لكنها سبوبة حلوة طالما هو عامل سعر كويس، وطالما هو جايب مكان مأجر مثلا عمارة 5 6 7 8 9 10 شقق، وجايب شوية ناس زيه اللي هم مدمنين متعافين أو لسه مدمنين عادي، وبيعالج الناس وبياخد على الراس في الشهر، لأن هو طبعا بيتعامل مع الناس إن هم خرفان، إن هم ماشية، إن هم معيز، فبياخد على الراس في الشهر 8000 10000 جنيه واشحن وعبي. وأيوة يا جماعة للأسف الشديد انت ممكن تشحن اي حد لاي مصحة وهو اصلا من اساسه مش مدمن، ولا عمره ما شرب سيجارة، ولا يعرف اي حاجة عن المخدرات ولا البانجو ولا الحشيش ولا اي شيء خالص، ولا عمره ما شرب مية ولا خمرة. ممكن تشحنه ب 500 600 جنيه وتدفع له 9000 جنيه في الشهر وتدمر له مستقبله. وطبعا الناس بتخرج من المصحات دي مدمنين وتعبانين ومرضى اكتر مليون مرة من ما هم دخلوا. فالموضوع بقى سيء جدا ومن سيء لأسوأ. فهل في حل لمشكلة الإدمان؟ للأسف الشديد يا جماعة يعني الإدمان صعب يا جماعة. فأنا بنصح أي حد عنده ابن مدمن أو بنت مدمنة، المدمن ده مريض ومحتاج لعلاج، محتاج علاج نفسي وعلاج عصبي، فلازم تعالجوهم في الأماكن الصح. أنا عارف طبعا العلاج غالي، بس ما توديش ابنك مصحة صاحب المصحة نصاب، المدير بتاع المصحة نصاب، الدكاترة اللي بتعالج الناس نصابين ومشطوبين من النقابة أصلا من أساسه. فالموضوع بقى صعب جدا 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 وفي بلاوي بتحصل. بناشد وزارة الصحة في مصر، وزارة الداخلية في مصر، إن هم يعملوا تحقيقات
ويشوفوا المصحات والمراكز والمستشفيات اللي بتعالج الإدمان اللي هي ما عندهاش تصريح، ولا عندهم المؤهلات الكافية ولا الإمكانيات ولا القدرات إن هم يعالجوا الناس من الإدمان إن ما كانوش أصلا من أساسه مدمنين ومحتاجين لعلاج. فالطب رسالة، الطب رسالة مش سبوبة تجيب منها فلوس. في منطقة مثلا اسمها حدائق الأهرام، المنطقة دي كل يومين الحكومة تيجي تشمع مكان، المكان ده مركز لعلاج الإدمان، مستشفى لعلاج الإدمان، مصحة لعلاج الإدمان. وطبعا يا جماعة كل حاجة من الحاجات دي تدل على الكيان بتاعها. المستشفى بتكون أكبر حاجة، المركز بيكون أصغر شوية، المصحة بتكون حاجة في النص ما بين المستشفى والمركز، فحاجة صعبة جدا جدا جدا. طبعا وزارة الداخلية في مصر الحمد لله بتقوم بشغلها، وأي بلاغ بيجي لها بخصوص المراكز والمصحات والمستشفيات دي بتروح تشمعها وبتقبض على الناس اللي فيها، وبيكونوا مدعين لصفة الدكاترة، يعني بيكونوا عاملين نفسهم دكاترة وهم مش دكاترة وبيتحبسوا. ولو هم دكاترة أصلا من أساسه بيكونوا مشطوبين من النقابة، يعني شغالين بشكل مخالف وعملوا بلاوي قبل كده فاتشطبوا من النقابة، وفي ناس منهم سوابق اتحبسوا قبل كده. فربنا يكون في عون الناس في مصر، وربنا يشفي الناس كلها من الإدمان، لأن الإدمان مرض. خلي بالكم من نفسكم، خلي بالكم من عيالكم.